تخيل معايا ان واحد من بلاير ديال ماينكرافت لواحد تسبب في قطع الانترنت في ميريكان كامله، وكاع السلطات كيقلبوا عليه. لذلك معكم الموت شو اليوم غادي نشوفوا اخطر هاكر في لعبه ماينكرافت. في عام 2016 تقطع الانترنت على نص ديال امريكان لعدة ساعات، وموراها تقطع في دولة كاملة واللي هي ليبيريا في افريقيا، وتقطع عندهم الانترنت لمدة سيمانة كاملة. الناس فكروا ان هادشي جاي من شي هجوم من الشينوا ولا من كوريا ولا حتى من روسيا، ولكن كيكتشفوا ان ما كانش هجوم من شي دولة اخرى، كانوا من واحد الدري عنده 16 عام كيحاول يهاكي اللعبة ديال ماينكرافت وتسبب في انقطاع الانترنت لدول كاملة. في هذا الفيديو غندويو على ميراي بوت نت اللي صوبوا هاد الدري اللي كيتصنف اخطر بوت نت ضررا في التاريخ. ولكن قبل ما نبداو، كاين اللي ما عارفش اشنو هو البوت نت، غادي نشرح لكم داكشي دغيا. بوت نت هو واحد السيستم ديال الهاك ولا الاختراق واللي كيصوبوا الهاكر باش يجمع الاجهزه ديال الناس، ولكن الهدف ديالو ماشي انه يسرق المعلومات ديال داك الناس اللي جمع لهم الاجهزه، لا، فراه هو كيستعمل ديك الاجهزه ديال الناس لمصلحته، بحال انه يدير تعدين العمله رقميه ولا ماينينغ، ولا كيستعملهم باش يدير ديدوس اتاك واللي هو كيستعمل الاجهزه ديالهم باش يهجم على شي سيرفرات ولا شركات باش يديروا ضغط عليهم ويطيحوا. وهادشي طبعا كيطرا بلا ما يعرف حتى شي واحد، وهذا هو البوت نت. وهاد من راي بوت نت اللي صوبوا هاد الدري كنصوبوا على السبب الثاني باش انه يطيح سيرفرات. دابا فاش فهمتوا شنو هو البوت نت، خلينا ندخلوا في القصه. القصة كتبدا مع واحد الدري عنده 16 عام كيقرا في الليسي بحال اي واحد في ميريكان، وكان الاختصاص ديالو هو بيسي انجينيور ولا مهندس حاسوب، واللي كان سميتو بارا تشار. وبحال اي واحد كيقرا في الليسي كيخصو فلوس باش يشري داكشي اللي غيحتاج وباش يدوز الوقت، فكان خاصو يلقى خدمه. وهاد باراس كان جيمر واحسن لعبه عنده هي ماينكرافت، فجاتو واحد الفكره بما انه دي سيرفر في ماينكرافت كيدخلوا فلوس، ولكن باش السيرفر ديالك يطلع ويدخل فلوس خاصك ديفلوبي مزيان وتقابلو. فبما انه هو بيسي انجينيور بدا كيخدم في الديفلوبينغ ديال لي سيرفر ديال ماينكرافت. وفي ماينكرافت صعيب باش تطلع السيرفر ديالك حيت كاينين بزاف ديال المنافسين وكاملين عندهم سيرفرات، وكل شيء كيبغي ياخذ البلايرز ديال السيرفر الاخر. وصحاب السيرفرات ولا مالين السيرفرات ماشي ناس كبار ولا شركات، لا، غير دراري في سن المراهقه. فصحاب لي سيرفر كيمشي كيخلص شي هاكر باش انه يطيح داك السيرفر المنافس ديالو، وداك الهاكر اللي كيخلصوهم باش يديروا ليهم هاد الخدمه كانوا كيخدموا داك البوت نت اللي دوينا عليه قبيله باش يطيحوا لي سيرفر ديال ماينكرافت. فعشيرنا تجار فاش دخل العالم ديال الديفلوبينغ ديال ماينكرافت اكتشف ان كل شيء كيعاني من المشكله ديال الهاكرز، ففكر ان يدير شي حل واخترع واحد البروغرام سميتو بروتراف. وهذا البروغرام كيحمي لي سيرفر ديال ماينكرافت من الهاكرز، ولا كيبيعوا لصحاب لي سيرفر، وبقى خدام بحال هكا. ولكن مورا ما داز عام على هذا الشيء البروجي ديالو بدا كيفشل، وكان ما بقى ليه والو ويدير فايت، حيت هادوك اللي كانوا كيشريو البروغرام ديالو تحولوا لشركات كبار كيوفروا حمايه اكثر من البروغرام ديالو. وهذا الشيء راه متوقع حيت هو خدام غير بوحدو، اما الاخرين راهم شركات كبار. فعشيرنا التجار مشى بدا كيصيفط ايميلات للمنافسين ديالو ولا اللي خدامين في نفس الكونسيبت ديالو، كيقول لهم ان المشروع ديالي عليني فشل وكيطلب باش يعاونوه باي حاجه. فجاوبوا غير واحد وقال ليه نقدر نعاونك، انا خدام على واحد البروغرام ديال البوت نت، فاش بالك تعاونني نصوبوا هذا البوت نت ونستعملوه باش نختاروا لي سيرفر ديال ماينكرافت والشركات. فهنا التجار بقى كيفكر وكان متردد، ولكن حيتاش كان محتاج الفلوس وقال لي داك خونا راه نقدروا ندخلوا حتى ل 10,000 دولار في الشهر. فاكسبتاو وبدا كيخدم معاه، وكان باغي غير يجمع شويه الفلوس ويغيرها. فبدا كيخدم معاه ودار سميه فيك وفيك اي بي باش يخفي راسو، وصوبوا البوت نت وسماوه ميراي. الاف بي اي قالوا عليه هذا هو اخطر بوت نت داز في التاريخ ديال الانترنت. علاش هذا البوت نت هو اخطر بوت نت؟ حيت دوك لي بوت نت الاخرين اللي دوينا عليهم في الاول ديال الفيديو كيقصدوا بيسيات، طابليطات، تليفونات، ولكن هذا البوت نت ديالو كيقصد لي سمارت واتش ولا لي سمارت تي في وحتى الكاميرات ديال سيرفيونس. كاميرات كان كيستغل
يدخل داك التكنولوجيا اللي فيها باش يخدمها لمصلحته. فهمت البيسيات وتليفونات ولاو فيهم بروغرامات ديال الحمايه وصعيب يخترقوا، داكشي علاش بدلوا الوجهه. وهادشي اللي ميز هاد البوت نت، وقدروا يخترقوا اكثر من 750 الف جهاز في العالم. وفاش سالاو حلوا ويب سايت فين تما كيعرضوا الخدمات ديالهم، وبداو كيجيوهم بزاف ديال الطلبيات باش يطيحوا شركات كبيره ولي سيرفر ديال ماينكرافت وحتى المواقع. ولات خدمتهم محركه مزيان. ولا هاد باراس كيدخل في السيمانه اكثر من 10,000 دولار، وبما انه شاف يقدر يولي مليونير بطريقه سهله غلب عليه الطمع وكمل في الطريق. الا عقلتوا في الاول باراس كان عنده واحد البروغرام ديال الحمايه واللي هو بروتراف اللي بدلوه من بعد بشركات اخرى. فباراس بغى يرجع داك الكلاينتس اللي كانوا عنده، فبدا كياتاكي كاع الكلاينتس اللي بدلوه بالشركات الاخرين باش يرجعوا لعنده ويخدموا بالبروغرام ديالو. وهكا باراس ولا الثروه ديالو كبيره، فحاليا كيدخل في الشهر اكثر من 100,000 دولار تقريبا. مورا هاد القضيه كبرات وكل شيء ولا كيهضر عليها ان الشركات كبار كيتهاكاو والشركات ديال الحمايه ما قادرين يديروا والو. فلاحظوا ان كلاينتس ديال الشركات الحمايه كلهم مشاو لعند بروتراف ديال باراس واللي خدام عليها غير بوحدو. ففكروا وقالوا كيفاش حتى هذا يقدر يحميهم من الهاك وهو عنده غير بيجي صغيره. فبداو كيشكو باراس، ولكن هو كان ذكي وعارف انه غادي يشكو فيه. فدار واحد تريك اللي غادي يبعد عليه الشكوك، هو انه سرب البوت نت في الانترنت فابور اي واحد يقدر يخدم به. ولكن بهاد التريك اللي دار دمر العالم حرفيا، حيت كان غير شخص واحد كيستعمل هاد البوت نت، ولكن دابا ولا كل شيء كيستعملو. يعني غير تخيل اش غيطرا. فهو في ديك اللحظه قال صافي غادي نسالي العالم ديال الهاكين والاختراق. ولكن في نفس الوقت الهاكرز الاخرين كانوا كيزيدوا يطوروا في داك البوت نت وبداو كيديروا عمليات كبار لدرجه انهم بداو كيسرقوا الابناك ديال اوروبا. وبزاف ديال الابناك حبسوا بسبب هاد البوت نت. وما وقفوش هنا، قدروا انهم يطفيو الانترنت في النص ديال امريكا لعده ساعات. وحتى في ليبيريا في افريقيا طفاو فيها الانترنت لمده سيمانه كامله. فالحكومه في امريكا وفي اوروبا كان الهدف ديالهم الوحيد انهم يعرفوا شكون صوب هاد البوت نت ويوقفوه. حتى ان الرئيس ديال امريكان السابق اوباما عطى امر للاف بي اي باش يديروا شي حل لهذا الشيء هذا. فبداو كيديروا تحريات والبحوثات ديالهم. ولكن كانت عندهم واحد المشكله، انه الاغلبيه ديال الاجهزه اللي مخترقه ما كانتش في امريكا بل كانت في افريقيا ولا اسيا. حتى قدروا يلقاو جهاز مخترق في امريكا وتراكاوه، يعني يتبعوه باش مربوط، لقاوه مربوط بالسيرفر في فرنسا وسيرفر كيديهم للسيرفر حتى قدروا يوصلوا لباراس وشدوا عندهم. العائله ديالو كانوا متفاجئين حيت هو دري داخل سوق راسو كيقرا مزيان، وجايين الاف بي اي بالاسلحه فجاتهم في شكل. وكانوا غادي يحكموا عليه على ديك الخسائر اللي تسبب فيها البوت نت اللي صوبوا من 30 حتى ل 40 عام ديال الحبس. ولكن حيت باراس عاونهم باش يلقاو اي واحد كيخدم بهذا البوت نت، وعاونهم في شحال من حاجه. خفوا ليه الحكم 4 سنين ماشي ديال الحبس، لا 4 سنين ديال الخدمه معاهم، وحطوا عليه غرامه ديال 9 مليون دولار. ولكن حيت كان هو ديجا دار فلوس من داكشي اللي كان كيدير، جاتو عاديه وخلصها. وحتى لهنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. الا عجبك الفيديو ما تنساش واحد السبسكرايب، خلينا نوصلوا ل1000 قبل 2025. قول لي في كومنتير كي جاك الفيديو. كان معكم الموت شو، تلقاو فيديو جديد.